الاول اخلص المسجلين وبعدين. شكرا يا سياده الرئيس. تعازينا لاهالي الشهداء المصريين ونحتسبهم عند الله شهداء للوطن. ولكن في الحقيقه يا سعاده الرئيس موضوع الارهاب ده موضوع ما يحتاجش غير العوده لقانون الطوارئ. مصر اليوم في حاجه للعوده لقانون الطوارئ، رغم انه لما وقفنا قانون الطوارئ في سنه 2009 سبنا فيه مادتين يتعامل بيهم، ماده لقلب المخدرات وماده للارهاب. امال اللي احنا فيه ده ايه؟ مش ارهاب؟ ما بيتعملش ليه سعادتك؟ قانون الطوارئ بيمنع الحادثه قبل وقوعها وبيمنع الجريمه قبل وقوعها. لما يروح رؤساء المباحث والامن الدولي بتجيب البراعم الصغيره دي اللي 20 زي اللي فجر نفسه امبارح، بيجيبهم ويسحبهم ويعمل لهم اجراءات اعتقال، ولا يستنوا لما يموتوا ويموتوا الناس ويخشوا الكنائس ويخشوا الجوامع بناء عليه يا فتحي؟ بناء عليه احنا من بدايه الدوره دي يا سعاده الرئيس وكل يوم بنصحى من النوم على شهيد، على حادثه، نقعدوا نقف احداد ونستنكروا ونبكوا ونبكوا ونمسحوا دموعنا وما عملناش ولا حاجه. احنا على العوده لقانون الطوارئ لحين تعديل تشريعات.